ازاي اتعلمت الانجليزي في البيت من غير كورسات. الفيديو ده هيبقى مختلف عن كل الفيديوهات التانية اللي بتقولك ازاي تتعلم انجليزي في البيت من غير كورسات. ليه؟ لان انا هكلمكم من واقع تجربتي الشخصية ومش بعمل اعلان لاي حاجة. حرفيا كل اللي انا استخدمته علشان اتعلم انجليزي كان ان انا معايا نت ومعايا تليفون، وبكل بساطة تقدر تتعلم الانجليزي. وكلنا عندنا تقريبا متوفر عندنا النت والتليفون. ولو انت حاسس ان الانجليزي صعب او معقد، صدقني بعد الفيديو ده هتشوفه بمنظور تاني تماما، وهاخدك معايا خطوه بخطوه ازاي انا وصلت من مستوى B1 لحد C1 دلوقتي. خلينا نبدا. في الاول طبعا كنت ضعيفه جدا في الانجليزي، كنت بفهم بالعافيه. يعني لو انا بسمع جمله انا ممكن اعرف كلمتين 3 منها، طيب هنجمع الباقي ازاي؟ لسه هقول لكم. وطبعا انا مش هعرف اتكلم، مش هعرف اجمع الافكار في دماغي واقول جمله كامله بالانجليزي، او حتى ان انا اكتب. يعني الموضوع كان صعب جدا في الاول. طيب اول حاجه احنا هنقسم الرحله دي لمراحل. احنا علشان نتعلم اي لغه محتاجين 4 حاجات. ايه هما؟ القراءه، الكتابه، الاستماع، والكلام. دول 4 حاجات مهمين جدا عشان نتعلم اي لغه. طيب هنبدا دلوقتي نتكلم عن مهاره وازاي نتعلمها كويس. اول حاجه هنتكلم فيها هي مهاره الاستماع. بصوا، في طبعا يوتيوب مليان حرفيا ناس عامله فيديوهات انجليزي للاستماع وكده، زي قناه ايه هقول لكم، زي قناه BBC Learning English. دي برضو كنت بسمع لها كتير. يعني المميز فيها ان الفيديوهات بتبقى قصيره علشان ما تزهقش. طيب لو انا هاجي اسمع دلوقتي هسمع ازاي؟ هنسمع اول مره من غير اي كابشنز، من غير اي ترجمه، من غير اي حاجه. تاني مره هنبدا نسمع بالكابشنز، وبعدين نبدا لوحدنا نشوف هل احنا كنا جمعنا بنسبة قد ايه من الكلام ده. وانت بتسمع برضو بعد كل جملة هتوقف الفيديو وتبدأ تقولها انت بنفسك علشان تتأكد ان انت بتعرف تنطق الكلام ده زي ما انت سمعته. فبالتالي احنا كده بقى عندنا مهارة النطق والكلام ومهارة ان احنا نسمع ونفهم الجملة دي. طبعا مع الاستمرار كل يوم نص ساعة بالحركة دي هتفرق جدا في مستواك، ممكن تنقلك مستوى او 2 بالطريقة دي في المستويات. بالنسبة للكلام ازاي انا بدأت اتكلم، طبعا هو الكلام ده اصعب حاجة بالنسبة لمتعلمي اللغة حرفيا في كل مكان. سواء كنت بتتكسف، سواء كنت مش عارف تجمع المعلومات علشان تقول جملة كاملة. بس انا بدات اعمل تحدي مع نفسي ان انا كل يوم هسجل صوتي وانا بتكلم حاجه بالانجليزي. طبعا حاجه بسيطه، ممكن اتكلم مثلا انا عملت ايه في يومي النهارده، انا مثلا بفكر اعمل ايه، اي حاجه حرفيا. ممكن تقول ملخص حاجه انت قريتها تقولها بالانجليزي. بعد شهرين بالظبط لقيت نفسي في مستوى تاني تماما مختلف عن اللي كنت فيه. انا كنت مش قادره اجمع جمله واحده، دلوقتي انا ممكن اتكلم وابدا conversation مع اي حد دلوقتي. بس فعلا هي دي اللي بتفرق معاك، ان انت تبدا تتدرب مع نفسك، تقف قدام المرايه اتكلم، او هتسجل لنفسك ريكوردات او كده وتبدا فيها تتكلم اللي انت عاوزه. طيب بالنسبه للقراءه والكتابه، طبعا القراءه ممتعه جدا، وخصوصا لو بدات بروايات المستوى بتاعها خفيف في المستويات الاوليه، علشان تبدا تتعلم ازاي تقرا. وانت بتقرا يعني هتحط مثلا رينج 5 صفح في اليوم. ال5 صفح دول انت بس مش هتقرا خلاص، انت هتقرا الكلمات الجديده، هتبدا تكتبها في نوتة جنبك وتشوف معناها ايه، وتبدا تحطها في جمل علشان تبقى الكلمات دي ثبتت في دماغك. لازم تحطها في جمل، في مواقع بتعمل كده، هبقى هكتبهم تحت في الديسكريبشن. طيب ايه تاني؟ ان احنا واحنا بنقرا الكلمات تاني يوم، لما بعد ما كتبناها في النوتة هنبدا تاني يوم نراجعها تاني برضو علشان ما تنسيش، وهكذا كل يوم 5 صفح ب5 صفح، وهتلاقي نفسك اتطورت في القراءه. طيب بالنسبه للكتابه، نعمل ايه في الكتابه؟ اولا انا بالنسبه لي شخصيا علشان اطور موضوع الكتابه ده، انا بدات اكتب يومياتي واعمل جورنالينج بالانجلش. فرق حرفيا اللي هو انا من بقيت ما كنتش بعرف اكتب حاجه، لبقيت ان انا بكتب كل حاجه بتحصل في يومي، الحاجات اللي انا بفكر فيها، ازاي بعمل اي حاجه، كل ده انا بقيت اكتبه بالانجليزي. وحرفيا في برضو مواقع تديها لك بتصحح لك اللي انت كاتبه. يعني انت هتصور الصفحه وتعرضها مثلا على ChatGPT، هيصحح لك الكلام ويقول لك انت غلطت في كذا، الكلمه دي كتبتها غلط، الجرامر هنا مش مظبوط. المواقع دي بتصحح لك. في موقع اسمه جرامرلي، ده برضو بيصحح لك الكلام اللي انت كاتبه. وطبعا الاهم من كل حاجه في طول الرحله ديت علشان تتعلم الانجليزي هو ان انت تستمر. ودي حاجه مهمه في اي كورس حرفيا انت بتاخده، ان انت تستمر. اهم حاجه الاستمرار. ما تقوليش انا مفيش حد بيتابعني، مفيش حد معايا فمش بقدر اكمل. لا، انت الالتزام ده هيجي من نفسك، انت اللي هتتابع نفسك بنفسك. هتعمل نوت كل يوم انا عملت كذا كذا كذا، وتتابع نفسك يوم بيوم. وهدفك ان انت توصل لمرحله كذا، هتوصل مثلا C1 C2. انت عاوز تشتغل شغلانه مثلا كول سنتر بالانجلش، او ايا كانت الشغلانه اللي انت عاوز تشتغلها، ده اللي هيخليك تستمر. ولو عاوزين الخطه اللي انا عملتها بالتفصيل علشان اوصل لمستوى C1 في الانجليش، اكتبوا لي في الكومنتات وهبعت لكم البلان دي. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. سلام.